خلصت. مساء الخير عليكم واهلا بيكم في البودكاست الرابع لهستوريا. بقالنا كتير غايبين وبقالنا كتير عايزين نعرفكم النقاشات بتاعتنا واللي بيحصل في الكواليس، وقلنا ان احنا محتاجين نغير تيمة الهستوريا كلها وتغيرت، وزي ما حضراتكم شفتوا ان كل اسبوع في فايل، وبالتالي قررنا نجيب الحكماء بتوعنا استاذ شامي واستاذ عدنان، لان ميزانيه البرنامج لا تسمح ان احنا نجيب ضيوف من بره، ويعني كما قال المثل من دقن وفتله، فلازم نشوف الموضوع. غيرنا فزقنا لا الكلام ده مش موجود في السكريبت، ده اول حاجه. من امتى مش في السكريبت؟ ما هو لازم. طيب مش حلقه توصل نص ساعه. حلو، ده شيء حلو. ماشي، لازم تلتزم بيها. تعبنا كتير. اهلا. حد بس ظهور حصري، استاذ شامي عمل معنا بودكاست وهي الاعلى مشاهده رقم 2 بعد استاذ صلعت. استاذ عدنان هو صلعت زي ما حضراتكم شايفين، وهو الظهور الاول. بقول لك ايه اللي ذاك الدين، البنات اللي بيضحكوا ورا الكاميرا. استاذ عدنان هو الظهور الاول. استاذ عدنان الكاميرا زي ما حضراتكم شايفين، الضحكه دي بترن في اللايف. واحب اعرفكم على الجنود المخفيه، استاذ كريم معانا، استاذ زلاتان ابراهيموفيتش، واستاذ خالد ودن القطه. فزي ما حضراتكم موجودين معانا قلنا نتكلم، وهتلاقوا اسم الحلقه كرنج قوي، بس قلنا ايه، ابتدي بالضيف الجديد. هسألك سؤال بسيط، من امتى او امتى تقدر تقيم شخص على انه رجل دين؟ رجل دين؟ رجل دين مش شيخ، رجل دين في دي اي دين عموما. لا، هو حاليا ما فيش حد يقيم كرجل دين، حتى ناس معينه في الازهر. في ناس بتطلع بتقول حاجات هي المفروض غلط شرعا، وكل واحد بيقولها على اساس الحاجات اللي هو عارفها بس. يعني لو انا طلعت دلوقتي قلت لك ان الخمر حلال، في ناس قالت كده، بس ده حصل ولا لا؟ طب ما انا ممكن اقول لك ان الغايه تبرر الوسيله وانا في صحراء وهموت. لا، وقتها دي حاجه تانية. بس انا بتكلم ان انا دلوقتي عايش عادي في المدينه، عادي في القاهره، اللي اشرب خمر. على حسب الموقف اللي انا اديهولك، انا ممكن احلله ممكن احرمه. ماشي. ناس كتيره حصلت فيه. بس طيب استاذ شامي، ايوه، يعني ايه مفهوم رجل دين بالنسبه لك؟ بص، هو انا بالنسبه لي مفيش حاجه اصلا اسمها رجل دين. يعني هو انت في شخص عالم دين، تمام، وده الشخص اللي انت بترجع له في فتوى او في حاجه زي كده. غير كده مفيش حاجه اسمها رجل دين. يعني انا من وجهه نظري مفيش شخص ماشي اسمه رجل دين. يعني على ما اظن، تمام، في كتاب ربنا وفي السنه ان ما فيش حاجه اتقالت ان في وسيط اصلا بين البني ادم وبين ربنا. مفيش كهنوت بمعنى اصح. لا ما فيش وسيط، ما فيش حاجه وسيط بينك وبين ربنا. فما فيش شخص هروح له اقول له والنبي ادعي لي دعوه حلوه والنبي اعمل ايه. يعني ممكن تروح مثلا لو انت يعني عطلت في حاجه معينه، جيت قريت القران في جزئيه معينه ما فهمتهاش في مشكله معينه، فانت مش عارف، فتروح تسال شخص فقيه في الدين، عالم في الدين. لكن فكره رجل دين دي ما اظن، من وجهه نظري دي مش موجوده اساسا. مفيش حاجه اسمها رجل دين. طيب الترند اللي طلع فتره بتاع الشيخ صلاح التجاني، يعني انا هسحب منه رقم صلاح البتنجاني، يعني زي ما قيل عليه يعني. الراجل ده كان موجود من زمان كلنا عارفين، بس ليه الجدل اللي اتعمل عليه في الفتره دي؟ بص، ما انت لو ابتديت ترمي مشكله على السوشيال ميديا فهي هتترند، ده طبيعي، فاهمني؟ فانت صلاح التجاني ده مش اول شخص يستغل اسم الدين في حاجات غلط، او يحاول ان هو يبتدع طريقه في العباده معينه مش موجوده، ما سمعناش عنها غير منه هو، فاهم؟ فانت رحت واخد المشكله دي اللي موجوده قبل كده كتير قوي، سواء صلاح التجاني او غيره، ورحت رميها على السوشيال ميديا، فهي عملت فايرل. وخصوصا ان انت في ناس بقى من اللي هم، عارف انت الناس اللي بتفكر كتير، فشافوا في الشخص ده مثل اعلى، او شافوا فيه حاجه كبيره قوي. والمصيبه بقى ان من الناس دي في ناس مشاهير. طبعا استاذ علاء مرسي
احلى كومنت. علاء مرسي لما قال لا مش علاء مرسي كان علاء مرسي. لا في كومنت تاني حجاج عبد العظيم لحجاج عبد العظيم قال له نور على نور يا شيخ مدد مدد. هو رد عليه نجم مصر الاول، قال له نجم. سيبك من الحته دي، هو كل الفكره ان انت خدت زمان الموضوع الشخص اللي كان بيحاول يبتدع طريقه في العباده او يبتدع حاجه زي كده كان بيبقى موجود في احياء فيها ناس علمهم على قدهم، معلوماتهم على قدهم، فبتقدر ان انت تلعب على حته الفقر الفكري ان انت تدخل لهم من الزاويه دي طبيعي. بس اللي هو انا اعرف يعني عايز بقى اعرف عن ربنا اكتر منكم. طب تفتكر دي ترند ولا لا؟ ما هو نفسه على السوشيال ميديا فهي بقت ترند. لا هو نفسه اللي كان عايز يعمل حاجه زي كده. ما هو اللي خلى صلاح التجاني ترند ان هو ما لعبش بقى على الحته بتاعه الناس البسيطه الفقيره اللي اوريدي ناس كتير قوي قبل كده لعبوا عليها من زمن الزمن. لا هو لعب على السوشيال ميديا على ناس اوريدي عندها مشاكل. واحده طلعت قالت لك مثلا نفسي اخد سيلفي مع ربنا ماشي، والتانيه بتلبس باروكه وعامله فيها حجاب والكلام ده. فهو لعب على جزء او ناس معينه في الوسط الفني اوريدي عندهم فقر فكري. لا انا بتكلم على القضيه نفسها، القضيه هي اللي بقت ترند. القضيه يعني بتاعت صوره بعد بالغلط. بالظبط. قال لك صوره جت ايه الاحراج ده؟ ديت هو قصدها اصلا يعملها ترند ولا هي فعلا طلعت عشان تفضحه؟ ممكن تفكر لها من النقطه ديت. وانت ليه ما قلتش ان هو اللي كان قاصد يعمل يكرر الحوار ده عشان يتشير؟ وفي الاول وفي الاخر بالظبط هو ده اللي انا قصدي عليه. بص هو قصده الترند دوت. انا ما اظنش ان هو لاعب على الحته دي ان هي تبقى ترند. الحرم 2017 مثلا حوار ماشي. انت واحد اصلا طلعت وقلت انا صوفي ماشي، بتبع الطريقه التيجانيه من سنه 2000 او 2002. حلو عادي. الصوفيه اصلا اتبرأت منك، قالت لك ده مش تبعنا فاهمني، من وقتها مش معانا اساسا من وقتها فاهمني. بعد كده في جدل كتير حصل عليك بس قدام، خصوصا ان انت يعني انت المكان بتاعك المقر بتاعك في امبابه. مش هو مكان كويس جدا هو يعرف ينشر فيه وسط ناس، فانت في مكان شعبي ماشي. فطبيعي اي حد هيفكر في حاجه زي كده يقول ان انت بتلعب على الناس اللي الفكر بتاعهم محدود فاهمني. انت بتلعب على ناس مثلا ظروف معيشتها مش دايما افضل حاجه، عندها مشاكل كتير، فانت بتخش لهم من ثغرات معينه موجوده في الاحياء اللي اقل من المتوسطه او في المناطق اللي اقل من المتوسطه. يعني انت مش هتلاقي مثلا شخص فقيه في الدين حتى لو بجزء صغير بيتابع حتى الراجل ده او سمع عنه. احنا ليه ما سمعناش عنه قبل الحوار ده؟ مش تمام، لان هو بيلعب على الناس اللي عندها اللي هو عارف هيمشي وراه من غير ما يفكر. مش هتلاقي. طب ازاي وصل الفنانين؟ الفكر بيتابعه ازاي وصل الفنانين؟ بص هقول لك على حاجه، ودوت من سنه. يعني انت بتتكلم على البوستس ديت نازله الكومنتس دي بقى لها سنه. هو ما وصلش لكل الفنانين بالظبط، ما وصلش كل الفنانين بس ستيل وصل ل1 2 و3 و4. وصل لناس معينه عندهم نفس الكونسبت بتاع انا عايز اخد سيلفي مع ربنا ماشي. بس هو وقتها ما كانش يعرف ان هو هيتشاف او هيتشهر. هو ما كانش يعرف بالظبط، بس في نفس الوقت هو عنده مشاكل كتير وعنده جدل كبير قوي في حياته. فهو ان هو عمل كده اتفتحت. الراجل ده واضح ان ممكن يكون فيه ممثلين كتير، اصل بص خد بالك الحاجات اللي اتاخدت دي هي اتاخدت واتقلب. في ناس تانية ممكن تكون عرفت تمسح كومنتاتها بعد ما الموضوع اتشهر. لا كان هيتلحق. ما هو الناس اسرع منه. اوكي الناس اسرع منهم، بس لو ما كانش الفضيحه دي حصلت ممثل كاتب كومنت شيخ عادي يعني. لا لو حد دور هيعرف ان هو صوفي وباين على الصفحه بتاعته. اول مره اشوف دين بيتنشر على السوشيال ميديا. انت خلي بالك، بص هو ده ممكن يكون نفس فكره الترندات بتاعت عارف انت المأذون اللي بيجي يرمي يعمل فقره ستاند اب كوميدي في الفرح. فاهمني اللي هو ده شخص اصلا المأذون ده المفروض شخص وقور جاي يكمل نص دين شخصيه جديد، يعني يطلع دين نص الشخصيه بيطلع يعمل بيطلع يعمل يعني عارف طه دسوقي في عزه شفت. لا بس ثانيه واحده، يعني انا المأذون اللي جه فرحي هو راجل روحه خفيفه لكن في نفس الوقت هو راجل فاهم في الدين فاهمني. هو اصلا شيخ مسجد، ما اتريقش في الدين فاهمني. هو ما اتريقش في حاجات في الدين وما قفاش كتير لان هو بس انت طبيعي ان المأذون بيكون روحه خفيفه بيحاول ان هو يرمي كلمه كلمتين يفك التنشنه ده بتاعت ان يعني في عريس متنشن عشان الدنيا، ما هو مش فاهم يعني هو داخل على حاجه جديده ماشي. في اب ابن مش عارف ايه ده هيخطف بنته دلوقتي، ففي
في تنشنه عامه وفي ضغط في الاجواء، فهو بيفك الموضوع بروحه الخفيفه بالكلام ده. لكن مأذون ببدله وبتشيرت او الكلام ده والحاجات اللي احنا بنشوفها الموضوع ده واللي على السوشيال ميديا، الحاجات دي ما اظنش ان احنا سمعنا عنها ولا اهالينا ولا سمعوا هي عنها. اصلا موجود. فاهمني؟ فمع انتشار الناس اللي بتتدخل في امور الدين او بتتدخل في الحاجات اللي المفروض ليها ثوابت، غيروا الثوابت دي على السوشيال ميديا، فبيتهيألي ده اللي طلع ترند ناس زي صلاح التجاني واللي وصلوا للنجوم واللي وصلوا للكلام ده، زي الناس اللي بيقول لك مأذون الفنانين مش عارف ايه. فده كان شيخ الفنانين اللي هو سمية الخشاب واحمد سعد قالوا لك ان هم اتجوزوا على ايده. فاهم؟ يعني دول وصلوا ازاي؟ مع ان وقتها احمد سعد وسمية الخشاب كانوا يعتبروا في البيك بتاعهم، وما احتاجوا ليه؟ انا مش عارف. احمد سعد احمد وعمرو سعد كانوا قالوا في البرنامج بتاعهم تقريبا ان هم من امبابه او حاجه زي كده، او كانوا قالوا ان هم من منطقه شعبيه. هم الفكره ان هم صلاح التجاني كان يعني من امتى وهم عارفين الراجل ده؟ لا ما انت بتتكلم على اهاليهم بقى، فاهم؟ لو هم كانوا صغيرين فهم اكيد تلمسوا تحت ايد الراجل ده لو كانوا عارفين. بس الفكره ان هم هيتنصلوا منه دلوقتي واحنا ما نعرفوش واحنا مالناش دعوه بيه. وزي ما قلت لك هم ممكن يكونوا اصلا متابعينه ومعاه وعارفينه وكل حاجه. هو الراجل اوريدي بيمارس نشاطه عادي، هو خرج بس متبرئين منه، فاللي هو احنا ما نعرفوش بس من ورا. وخلي بالك هو الموضوع ممكن يكون لعبه ماركتنج سيرف. ايوه، ما هو ده اللي بقوله. ماركتنج سيرف في فكره ايه؟ ان انت بتشوف حد يعرف الفنان الفلاني فيقوم مميل على الفنان ده، يقوم قايل له انا عندي حد ممكن يجي يرقيك، يعمل مش عارف، يجي ينصحك، يقول لك كلمتين في الدين والكلام ده يصلح حالك، يا عم هاته. فالشخص التاني لسانه معسول هيعرف ان هو يقرب منك بشكل ما. وفكره ان علاقه فنان بشيخ معين او شخص من المفترض ان هو عالم دين، بيتهيألي ان هي بتحسن من صوره الفنان ده طبيعي. فهي ممكن تكون اتلعبت على البوينت دي. طيب على سيره الصوفيه حواليها جدل كبير، وانا واحد من الناس اللي شايف ان هي بدعه وافضل مقتنع بدعه. في حين ان انت مش محتاج زي ما هشام قال بينك وبين ربنا، انت مش محتاج وسيط. ربنا حط لك رول، هتصلي كذا وتتبع سنه النبي كذا وتبعد عن الحرام وتروح الحلال. هو احنا لنا كتاب الله وسنه رسول. حلو. بس الصوفيه حامد ادم كواحد من الناس وحلقه من الحلقات اللي احنا بنعيش فيها، الراجل هاجمها بشكل بشع ولم يذكر اي طريقه الصوفيه بصراحه. ولكن لما يطلع واحد من الناس دي يقول لك والله انا كان بيتعامل معايا 1 2 3 4 وبدا يشك، ما ده مثال قدامك. هو احنا متفقين ان برضه على حسب، حتى لو الصوفيه فيها حاجه زي ديت فهو موجود في كل دين حتى لو سماوي، في جزء منه بيتبرأ عنه بس بياخد صورته. حلو قوي. معنى سواء في الاسلام او المسيحيه او اليهوديه. فانت حتى الصوفيه لازم يبقى فيها كده، ده شيء طبيعي من البني ادمين نفسه. فانا شايف ان هو طبيعي حتى لو انا مش مع الصوفيه. هو انا اصلا مش شايف ان الصوفيه طريقه، يعني انا شايف ان هي حاجه مبتدعه. اصل خلي بالك يعني التصوف بس اصلا زي في الاسلام. ما هو التصوف ده اصلا ولا نشيل ده ماشي جزء من العباده. ما انت التصوف جزء من العباده، فاهمني؟ ان انت الحوار التصوف نفسه ان انت تبقى عارف حاجه زي اللي هو ايه، ان انت بتبقى بتعبد ربنا حبا فيه وزهد غير وزهد والكلام ده. يعني هو مصطلح ماشي في مرحله من مراحل الزهد والعباده والحب في انك في انك بتعبد ربنا. بالظبط. حب في الطقوس عامه بتاعت العباده، الصوم والصلاه والكلام ده كله. فاهمني؟ ده التصوف، ده المصطلح بتاعه، ده معنى كلمه التصوف. فاهمني؟ ان انت تحب ربنا وتحب عبادتك لربنا. ماشي. لكن الصوفيه عامه دي طلعت اللي هو يعني طب ما احنا كلنا بنحب ربنا. انت عندك كام طريقه في مصر؟ هو فيمكن هو شامل اللي عايز يقوله لك الصوفيه كانت موجوده وبمعنى او بشكل اخر اتحرفت. لا، فعل التصوف نفسه كان موجود. بالظبط. فعل التصوف نفسه اوريدي موجود جوه كل واحد فينا. يعني جوه كل مسلم، جوه كل مسيحي، جوه كل شخص مرتبط بديانه معينه. ماشي. فكره التصوف ان انت تتزهد في العباده بتاعتك، ماشي، للاله بتاعك حتى لو كان قرص عجوه، ماشي، ويعني تعمل العباده اللي انت بتعملها دي بحب، مش عشان خاطر انا بس عايز اعمل كده عشان خاطر ربنا يرزقني، عشان خاطر انا عايز اعمل كده عشان اخلف، عشان يعني بدون سبب، بدون دافع. فاهمني؟ عشان خاطر ربنا خلقك عشان خاطر تعبده، فانت بتعمل ده بحب. حلو قوي. ماشي.
الصوفيه بشكل عام، او خلينا نطلع من بره الصوفيه دي. انا هسالك سؤال عدنان يعني، امتى ممكن تاخد كلام رجل الدين ده قدامك ان هو ثقه وتعتمده وتبتدي تحكي له عندك في حياتك، يعني بشكل او باخر ازاي يقرب منه او عدنان تديله اسرار؟ لا، هو مش لازم يعرف اسراري. هو انا بالنسبه لي في مشكله عندي، عشان اعرف اوصل للطريقه الصح اللي هو يدلني عليها لازم ابقى فعلا جايب له الحاجات المشاكل اللي عندي 1 2 3 4 من غير ما احور. يعني انا لو حورت حاجه الدنيا ممكن تتحرف مني. يعني في مثلا شويه امراض ممكن تشرب كحول عشان تتعالج بيها عادي، انا ممكن ساعتها احور فانا احلله، بس هو في الاساس انا الغلطان. فالحوار برضه بيعتمد عليا اكتر منه، بس اعتماد عليه واحكي له اسراري لا. هو ليه شيخ اصلا يعرف اسراري؟ بالظبط. مش قصه اسرار، يعني لو هو ابويا يعني فاهمني، لو لا، ابويا بص، عم الشيخ معدي كده فاهمني فاحكي له اسراري ده عادي يعني. مش قصه اسرار بمعنى ده حتى مش كل الاسرار عشان ما يجلدنيش او طيب. حاجه زي كده. اصل هو يعني انا ليه اصلا فاهمني احدهم معدي بلقب شيخ احكي له اسراري عامه لمجرد ان هو في ايده حق، في ايده حل مشاكلي ايه يا انا معلم؟ سالته عدنان مين اللي تقدر في المقاومات ان انت مفيش. راجل تامنه؟ مفيش يا في معلم، الزمن اللي احنا فيه مفيش اصلا. مفيش. طيب يا امك حتى امك يعني فاهمني ممكن لو انت حكيت لها حاجه تمشي تعايرك فاهمني تقول لك يا بتاع لبنى مثلا حاجه زي كده فاهمني. حصل. رجوعا للصوفيه، ليه هنرجع للصوفيه؟ عشان موضوع حامد ادم بجد بيستثيرني. يا عم بص، موضوع حامد ادم هو شخص كان عيل صغير فاهمني واتساق، يعني في ناس ساقته زي ما بيسوقوا ناس متخلفه كتير. مش متخلفه، هو فاهمني؟ كان عايز يتزهق. ماشي، هو شخص بس ضحك عليه. طيب ماشي، ما هو اتضحك عليه طبيعي. فاهمني، ده هطل ده بقى باسم بالنسبة مين؟ لي. طبيعي ماشي طبيعي. باسم الدين ماشي. ما انت انا اقول لك حاجه، احنا ابتدينا الكلام ماشي بان مفيش وسيط بين العبد وربه فاهمني، مفيش وسيط بين العبد وربه. بس مش فانت كل فاهم دلوقتي كده. طيب ماشي، لا ما هو طبيعي. انت دلوقتي في عندك ماشي كتاب ربنا والسنه ماشي. يا عم، انت شايف ان السنه عشان خاطر في اسناد كتير وجت من ناس كتير تمام، ارجع لكتاب ربنا. اللي انت يا عم ما تلاقوش في كتاب ربنا ما تعملوش، اللي موجود في كتاب ربنا اعمله. عطلت في حاجه انت ما فهمتهاش روح اسال في الحاجه اللي انت ما فهمتهاش فاهمني. لكن فكره انا مثلا ايه، انا بعمل كل حاجه وحشه في حياتي، وانا بشرب خمور وبشرب حشيش وبزني وبسرق ناس وباكل مال يتيم وبعمل الكلام ده كله، واروح لشيخ بركه فاهمني اقول له ادعي لي فهو يدعي لي ربنا هيكرمني، يا سلام. تمام، ده بني ادم براس كلب. بس حاجه مهمه، نسيت حاجه مهمه. دي في افضل حاجه اسمها غسيل مخ. انا ممكن اعرف اضحك عليك وانت ماشي. في السن ده، انا اعرف اسيطر على دماغك بحيث ان انت ما تلحقش تفكر. ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، توصل سن معين هتعرف اللي بعد أكيد. كده. بس ده فقر، ده فقر فكر. مش فكره كمان فقر فكر، فكره ان انت دلوقتي ما عندكش ان انت تعرف اللي قدامك ده بيكذب عليك ولا لا. مش هعرف. حصلت مره واتنين معاك، ساعتها انت هتعرف اللي قدامك دوت عايز منك ايه. انما من اول مره مش لا، هتعرف. بتتم باسم الدين بالظبط، حاجة ودي تعرف اكتر بالظبط. حاجه تعرف تدخل بيها لاي حد. نابليون اول ما دخل مصر اول حاجه عملها قرب الازهر وحاول يحب الناس فيه وعلى الاسلام. بس. فانت عشان تخش لحد انا كذا وكذا 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 فانا هصدقك. طب بص اقول لك على حاجه، الفقر الفكري ممكن يسبب التطرف. ماشي. وكنا زمان بنقول ان الناس اللي فكرها محدود والناس الاميه، يعني مش عايز اخد السياق لمعنى تاني، هي اللي عندها القابليه انها تصدق اي حاجه. ولكن انا شفت فيلم في الجزيره دخلت اتصورت في مجموعه من المتطرفين كلهم. انا ما كنت مهندس، انا كنت دكتور، انا فاستغربت انت راجل مش في ايه فكريه. فاكتشفت ان مفيش. الفقر الفكري ملوش علاقه بالاميه، اصل الاميه دي فقر معلومات، ما هي دي الفكره. بس او فقر علمي لكن مش فقر فكري. ازاي تحول شخص من انسان عاقل طبيعي لانسان متطرف في شويه؟ وانتوا احنا خدنا في الحلقه في الموضوع ده التطرف الفكري يعني. هم شاطرين قوي في الحته ديت. اوكي. شاطرين قوي ان هم يعرفوا يضحكوا عليك عشان بيلعبوا على نقاط ضعفك، بيلعبوا بالظبط. على نقاط ضعفك، هم مش بيكونوا بيلعبوا عارفينك صح. مش بيلعبوا على ضعف فكرك، هو بيلعبوا على ضعف البني ادم. مش محتاجين نقول مين اللي ابتدع موضوع الجماعات الفكريه دي. خلينا بس ندي مثال، مثلا حوار المنسي وعشماوي، الاثنين تقريبا نفس الدفعه ونفس كل حاجه. اشمعنى دوت كده وده كده؟ الاثنين وقفوا قدام بعض، ده عرفوا يدخلوا له من نقط معينه فتحها لهم سحبوه بالظبط. بس قدامها الناحيه الثانيه الثاني بطل.
يمكن واحنا في البريك قلنا ان في بعض الناس كتبت في الكومنتس وتقال ان انا معايا اجنده وتقال ان انا عميل. بس الفكره ان انت عميل فعلا. انا عميل في عميل بن انا عميل ما لا ما يعني اصل العميل مش هيطلع لك برضو لابس مش هيقول لك مش هيقول. بس انا ليه اتقال لي يا عميل وانا اقول له متفرج، وليه اتقال لي انا معايا اجنده؟ يعني شخص ما هو ايه المعيب في انك يبقى معاك اجنده عادي؟ ما انت ممكن يكون معاك اجنده وبتكتب فيها مثلا. يعني ايه المعيب في ان انا يعني ايه اجنده اساسا؟ يعني انا عايز افهم يعني ايه اجنده الراجل بيعمل ايه ويعمل اللي فيه صح؟ بص وانا يعني شايف الجمهور بينزف دلوقتي يعني من ورا الشاشات. هي بوي شايف الجمهور بينزف. لا بس بجد يعني ايه اجنده؟ الاجنده هي اللي بتيجي محطوط فيها رول مطلوب انها تتنفذ وانت الشخص المنوط بتنفذها. انت جايب اجنده زي مثلا شخص ما، وانا ناقشت ده في اللايف. انا مش عارف اقول اسمه ولا لا، بس بلاش. ابو حمالات. ماشي ابو حمالات. ماشي ابو حمالات. احقاق الحق في السياقه السينمائيه. انا بحب الراجل ده، يعني الراجل ده عامل افلام حلوه، ولكن في محاوله تصدير الفكر لا، انت هاجمت الحجاب بشكل كبير. واحنا هنا مش مواطنين ان احنا نقول هو حلال ولا حرام، بس ليه الراجل ده موجود حتى الان؟ بيتهيألي دي ينفع يتقال عليها اجنده. دي الاجنده، يعني دي ينفع يتقال عليها اجنده، او ينفع يتقال عليه يعني بني ادم براس كلب ستيل برضه. حلو، يعني هي دي الاجنده اللي هو جاي ينفذها. انا جاي اقول لك فكر. ماشي بس يعني ده شخص اعلامي معروف عنده متابعين كتير، كان عنده قناه في فتره من الفترات فاهمني. لكن انت هيجيبوا لك اجنده ليه يا معلم؟ وعمل برنامج في القناه العربيه. ما تهربش من الموضوع. انت هيجيبوا لك اجنده ليه؟ هي نفس الاجنده ليه يا جماعه؟ احنا بنتكلم عن واحد عمل جماعه كانت في الاول دعويه، جماعه دعويه، وبعد كده اتقلبت لجماعه متطرفه، فالراجل تم اعدامه. روح بقى حضرتك دور في الوثائق المصريه وبص على المحاكمه. ما هو يعني انت مش هتجيب شخص كان ايقونه في مصر لجماعه بتدعو الى الدين وتم اعدامه، اكيد في حاجه لوجيكلي. طيب انت عارف ابو حمالات؟ الصراحه مش مهم بجد. ابراهيم عيسى ده مش هقول ان هو شيخ، بس هو ده اللي فعلي. شيخ ايه يا عم؟ ما هو مش هقول بقى ان هو شيخ. ما انت ما تقولش. مش هنقول هو ما تقولش، ما تعصبش البني ادم. الناس ما تعصبش الواحد. هو قال لك ما يمشيش على السكريبت. ما تعصبش الواحد بقى. الناس يعني ده انا هقول مثلا رايي الشخصي. هتجيب واحد يقول عليه ان هو ماشي على الاجنده، هو دي الاجنده اللي بيحاول يصدرها. ده راجل صحفي تقيل، خلينا نكون متفقين، راجل صحفي قوي، ولكن تقيل وزنا يعني، ولا ده اللي انا شايفه فاهمني. ده تقيل وزنا، لكن فاهم تقيل بتاع ده انا مش شايف ان هو. طب انا هقول لك على حاجه فاهمني، طالما ان بابليك ومفيش فيلينجز يبقى صوت الاسلام شويه. والحلقه اللي بالنسبه لي انت لما كتبتها انا اتصدمت، القص اللي قتل 900 شخص. دي جامده ستيل باسمي. لا دي جامده. والمختلين اللي صدقوا ان دي تذكرتهم للجنه. هنرجع لنفس النقطه برضو، ان هم شاطرين في ان هم يغسلوا مخ البني ادم. انا دلوقتي اقنعتك ان انا هوديك الجنه، نفس فكره الصباح. اي نعم ده استعمل حشيش وقتها، بس انا لو جيت عرفت اضحك على واحد على رب العيله ده نفسه، هيجيب لي كام واحد تحته، هيجيب لي كام واحد من العيله. فانا كده كونت شبكه بقت الجيش بتاعي. بس الصباح لعبها بصياعه. الصباح كده جامد. اصل فاهمك حاجه، هو باقي الاشخاص اللي بيحاولوا يغسلوا عقول البني ادم بيلعبوا من نقطه يعني اصعب شويه من الصباح لعب فيها. بالعكس. لا قصدي اسهل شويه من الصباح لعب فيها. ماشي. الصباح لعب على حته ان هو وراك، يعني اوهمك ان هو وراك الجنه فاهمني، فخلاك عايز تسمع كلامه عشان تخش الجنه. دي حاجه ثانيه دي. لكن الباقيين بيلعبوا على حته ايه، انت هتخش النار فبيخوفك. وكمان هو بيتارجت واحد مسموع كلامه في المكان دوت. هو ما بيناقيش اي واحد ماشي في الشارع. يعني انا عارف فلان ملوش علاقات كتير، بس التاني دوت يعرف 100 بني ادم، هيعرف يسيطر على فلان دوت. اخش انقي مثلا واحد اخش يسيطر على 100. اخش عند بلطجي مثلا بتاع المنطقه بالظبط. انا هعرف اجمع المنطقه كلها معايا بالظبط. عشان كده عرف يجمع 900. قال لهم بعد كده خلاص لما كلامه بقى مصدق، موتوا نفسكم او انتحروا في ثانيه. الفكره بقى في طريقته بعد ما هو قتل، يعني يتفرج عليهم بعد كده يضرب نفسه بالنار. ده هو بني ادم مريض بالظبط. ده جنون عظمه مش طبيعي. اعتقاده ان الجنه، ما هو خلاص انا وصلت الناس الجنه عايز الحقه. لا هو عارف هو عمل ايه.
خلينا متفقين ان الناس ديت عارفه ان الطريق بتاعهم لا يخرج جنه ولا حاجه. طب مش هو شرط. انتحر ليه؟ ما عملش معاهم ليه؟ ممكن يكون مريض نفسي. بالظبط. ماشي مريض نفسي، بس هو عارف ان نهايتهم مش الجنه ولا نهايه هو مختل. ممكن كمان يبقى نفسي ممكن مش يكون عنده مقتنع بده. فاهمني؟ هو يا معلم ولو هو عاقل يا معلم عمل السكور وراح قافل اللعبه. ده هاي سكور. فاهمني؟ جاب عدد الكلات اللي هو عايزها جامد. وراح قافل اللعبه. فاهمني؟ قال لك شت داون بقى. 700 شخص. كده. طيب احكي لك انت في النقطه بتاعت الريل اللي انا كنت بتكلم عليها، بتاعت القساوسه في الفاتيكان اللي هو المفروض ان هي ارض مقدسه. بص هو حوادث الاطفال ده صعبه في الموضوع ده، ماشي. والموضوع تم التكتم عليه. طب بص ما هي دي الفكره بتاعت ان مفيش حاجه اسمها رجل دين من وجهه نظري. ماشي. لان انت مجرد ما حطيت الشخص خرجته من منطق ان هو عالم في امور الدين او فقيه في امور الدين، حطيته رجل دين. رجل دين ده حاجه فاهمني على سوبرمان، انت اديت له سوبر باورز فاهمني، فاللي هو ده شخص منيع ضد اي حاجه. فانت شايف كل حاجه هو بيعملها دي حاجه ليها علاقه بامور الدين. يعني انت حولته الرجل دين مش شخص عالم في امور الدين، انت جردته من علمه ده ماشي واديت له قوه خارقه ان كل حاجه هو بيعملها مره واحده ارتبطت باسم الدين. فطبيعي ان انت ما تتوقعش منه اي خطا، مش لدرجه وما انت هتتعمي بقى عن اي حاجه هو بيعملها غلط. يعني انت مثلا لو تعالى نتكلم بعيدا بقى عن ديانه الشخص ده، فاهمني؟ انت شخص شايف قدامك راجل انت بقى في خيالك هو رجل دين، ووديت له بنتك عشان يرقيها. هو لو لمسها بشكل شخص تاني، لو لمسها بره بنفس الشكل ده، انت هتمسكه بص هتعفقه علقه فاهمني، هتعدمه العافيه. انما هو عادي يعني فاهمني هتعمل معاه اللي هو ما عرفش يعمله مع بنتك. فانت هتمسكه تفشخه. لكن رجل الدين ده بقى لما تشوفه بيعمل كده، فانت مش هيجي في خيالك ان هو شخص متحرش، لا ده اكيد بيعالجها، ده اكيد بيعمل حاجه كويسه، لا الراجل ده ما يطلعش منه حاجه. هو الموضوع ده مش هيجي في خيالك. نفس فكره موضوع الحب ومش عارف ان بيقول لك الحب اعمى، فاهمني؟ مرايه الحب عمياء. دي ام خديجه لما قالت لهم اللي يمكن يعمل كده في الاول والبنت معاها صور بعت لها نوادي، بقت لها نودلز، بعت لها شعريه، بقت لها بس عارف قمه الضحك في ايه؟ تمام. يعني اللي مخليني حاسس ان الراجل ده ما كانش قاصد ان هو يعمل كده ترند، ردوا على الرساله. يا لهوي اتبعتت بالغلط، ايه الاحراج ده؟ وقتها ماشي. على الحاجات دي تقريبا ما هو في وقتها 2018 ده يبين ان الشخص ده اساسا يعني عبيط فاهمني، لانه بعت للبنت ده هو كان في مخيلته بقى ان هي هتاخد الموضوع فاهمني لا هتاخد الموضوع بشهوه فاهمني، اللي هو يا الهي ده اللي مضحكك اجمله بقى والجو ده يعني كان هتتجوز ابنه عادي. ما هو يعني فاهمني حصل لك لا تخبر ابنك بقى فاهمني، لا تتعكس. بس هو فعلا ما يعني قمه عبط الراجل ده. ماشي. ان حركه زي دي ما تطلعش غير من شخص عنده بعدها كام سنه، بعدها 6 سنين بدا يظهر من 2018 ل 2024. ما قالت لك ان هو كان بيعمل برضو حاجات تانية بس ما كانش فيه دليل مادي ان هي تطلع تتكلم عنه. ده بعد ما اتكلم في كام بنت طلعت اتكلمت بالظبط. هي دي الفكره. ما هم تشجعوا بقى. ماشي تشجعوا، بس ليه قعدت في الاول 3 سنين او سنتين تقريبا مع ابنه حاولت تكلمه، بعدها 6 سنين ساكته، ماشي بعد كده تطلع. اقول لك ليه بقى. ماشي من وجهه نظر. ماشي تمام. نرجع لنفس الكونسيبت بتاع رجل الدين. انت اسره شايفه ان الاسره يعني كلها بتمجد الراجل ده، شايفينه حاجه كبيره قوي. ماشي. شايفينه يعني هو اقرب طريق ليهم لربنا. حلو ده ماشي تمام. فانت تخيل ان انت شايف الراجل ده، الناس اللي بتتبعه والمريدين بتوعه قال لك ان هو بعد الرسول عليه الصلاه والسلام فاهمني. فانت شايف شخص انت حاطه في المكانه دي. تخيل بقى انت الشخص ده لقيت بنتك جت عمو الشيخ بيعمل حاجات مش كويسه معاك، ام جوهر فاهمني، هتاكل بنتك جزء اقلام وهتقول وهتعتذر للراجل ان هي ظنت فيه السوء. الراجل اللي كان فيلم كلمني شكرا كان اسمه ايه الراجل الشيخ ده؟ حاسس بايدك يا بنت انا متوضي. ايوه ما هي سيبك من الحته دي يعني. ده كان 6 سنين كان بعيد عنه، كان بره مصر.
بس كان بيتكلم معاها وبيطلب منها حاجات ماشي، وصور وفيديوهات بقى. هي قالت ان هي وقتها ما كان كانتش في خناقه ما كانتش بينها وبين منطقية. باباها، وهو دخل حلها. ماشي، بس ما هو انت برضه في حاجه دلوقتي ممكن تحصل. ما هي طبعا هتخاف ان هي تروح تقول لاهلها في عز اصلا ان هي عندها مشاكل اسريه. على عكس بالفعل. دوت باباها اول واحد وقف معاها، عكس مامتها. باباها اول واحد وقف معاها وقال بص ان برضه ما يعني ممكن الاب كراجل يستوعب حته زي دي اكتر من الست. الستات عامه في الامور العاطفيه والكلام ده اضعف من الرجال، فاهمني؟ فانت لما تلاقي شخص بيلعب على اسم الدين والعاطفه، فطبيعي ان واحده ست تتاثر بكلامه اكتر من الراجل. وبالرغم من ده فالست رجعت عن كلامها بالفعل. يعني الست اصلا رجعت عن كلامها، بس هي الفكره ان هي خدت وقت على ما استوعبت ان فعلا الشخص اللي هي بتقدره التقدير ده كله عمل كده مع بنتها. هي ما كانتش مستوعبه، عارف انت اللي هو اللي هي الصدمه، ان هي مش متقبله فكره ان الراجل ده يعمل كده، لا اكيد لا. فهي خدت وقت على ما استوعبت. الراجل طبعا هو شاف بنته في الحاله دي. انت يعني حط نفسك مكان الاب، مهما كنت انت مش كويس مثلا وعلاقتك ببنتك مش كويسه، بس انت اول ما تسمع ان في حد تعدى حدوده مع بنتك، ماشي، مهما كانت كينونته، انت يعني هتاخد يعني وضع هجومي عليه من غير ما تعرف السبب، ومن غير ما تتاكد الاول اصلا الموضوع ده صح ولا لا. بس انت بنتك جت بتقول لك عمو كان بيهقق معايا بعد كينونه ما تتكلمش. فاهم؟ فانت لا بتحكي في السينات فاهمني، وبيقول لي سوري اتبعت بالغلط ومش عارف ايه. ده انا مش عارف ايه اللي اتبعت بالغلط. مسحته الاثنين مسحوه. فالموضوع لا يعني نفس المنطق بتاع ان الناس اللي بتقول لك انا بعلم الغيب وانا ده اللي كنت هقول لك فيه، بقرا الفنجان وبقرا الطالع وهتقرا لك الكف ومش عارف ايه والكلام ده. الفكره بتاعت الفنجان مش مسطر الكلام ده اللي احنا خدناها، فاهمني؟ ما دي ناس بتلعب على العاطفه وعلى الضعف. انا بقول لك حاجات لا بس دي حاجه ثانيه عايمه قوي. لا دي انا بالنسبه لي حاجه ثانيه. انا بالنسبه لي انا رايح لك وانا مسلم نفسي اصلا. بالظبط. انما انا لسه مش هاكسبكت ان انت بالظبط. انا ما اعرفش. انا مسلم لك نفسي خالص. في ناس بتروح بدافع الفضول. لا ماشي، بس برضه بيبقى عندهم. وفي ناس فضولها بياكلها. يعني انت ممكن اقول لك حاجه، يعني عندنا في القاهره عدي في شارع عباس العقاد، ماشي، في واحده ست مثلا تقول لك تعالى وشوش الوضع، تعالى اقرا لك الكف يا حبيبتي مش عارف ايه والجو ده. حصل مع والدتي كتير يعني. وانا مش وشه دي بقول له بس طالما عندي فضول مش وشه دي، ما انا هو قدامي اقول لك يا ست انا اقولها لك قوليها له انت. طالما انا عندي فضول يبقى انا عندي فرصه لاي حاجه تحصل. عكس برضو الطريقه اللي ممكن اي حد يستخدم الدين عشان يحكي عليها فيها. لو الفضول موجود فانا مديله الطريق ان هو يعمل اللي هو عايزه. مش عكس قوي، مش عكس برضه. لعبت على حته معينه، فاهمني؟ ما انا اقول لك حاجه، انا لو استخدمت ايات معينه في الدين في مواقف معينه واقنعتك ان اللي مكتوب في الايه ده هو اللي انا بقوله، انت هتبقى بتمشي ورايا. نفس الشيخ اللي اتجسد في فيلم الزوجه الثانيه، اما فضل كل شويه واطيعوا الله واطيعوا الرسول لحد ما طلع الراجل من مراته واتجوزها وخلفته. ده اكزامبل. نفس الفكره بقى بتاعت انا اقول لك مثلا هقرا لك الفنجان، فهم قايل لك الجمله بقى. تعالى نيجي بقى للكليشيهات بتاعت الافلام السينما المصريه. قدامك سكه سفر، تمام؟ انت لو جالك سفريه من هنا لبنها، فاهمني؟ ايوه هي صح، فهي صح، بس مش نفس الحاجه. هي دي الفكره. انت رميت حاجه بطريقه معينه، ماشي، خليتك تقتنع بكلامي. والنظريه اللي انت قلتها لي في الاول لما انا جيت بسطت للناس موضوع ان انت جبت طبق وكوره ورميته قدامك حاجتين، يا يقع جوه الطبق يا بره الطبق، بس هو ده التنجيم. ماشي، بس برضه مختلف عن فكره ان الرجل الدين او اللي بيحاول فكره التطرف بعيد عن الدين. الدين معروف فكره التطرف اللي يضحك عليك بعيد عن التنجيم خالص. انت عارف هم بيلعبوها بقى ازاي؟ يقول لك لا انا مش منجم. كلهم ايوه ماشي. ما هو لازم يظهر لك كده في الاول، ما انت بتروح له مسلم نفسك اصلا. كاميليا قالت لي الناس يعني كاميليا راحت تتوقع لكذا حد وانت وشعبان عبد الرحيم. بص الفكره ان فعلا هي لما قالت لشعبان عبد الرحيم لسمير غانم سوري، هل شعبان عبد الرحيم المسرحيه فرقعت؟ فرقعت. بس هل يعني انا مش مدرك هل كان شعبان عبد الرحيم ساعتها ترند وقتها؟ ولما دخل لان شعبان عبد الرحيم فتره من حياته عمل برنامج كامل لوحده واتشهر في مره بدل ما يقول لك سيرش قال لك شيرش. طيب بجد بص اقول لك حاجه.
في حلقه اللي احنا لسه متفرجين عليها تمام بتاعه المراجعه النهائيه اللي بتتكلم عن الحظ. شايف الجمهور بتاع الحظ والافراح الشعبيه وافراح الحظ والكلام ده عامل ازاي؟ ما متشعوذ. فتخيل ان انت، انا رحت لسمير غانم اللي هو اوريدي نجم معروف مسرحيه، حتى لو انت من وجهه نظرك ان المسرحيه اللي فاتت كانت فاشله، فانا هروح اشوف سمير غانم هيقول ايه. اكيد هيرمي افين حلوين هتبسط، فاهمني؟ هيجي لي افين حلوين، خصوصا ان انا برضو يعني مهما كان ليه مثلا تجربه فاتت فاشله، فانا هفتكر له المتزوجون مثلا. انا بدي مثل من اشهر المسرحيات اللي اتعملت في تاريخ المسرح اساسا، مسرحيه المتزوجون. ماشي. فانا هروح اشوف في ايه، فانت اوريدي هيجي لك جمهور. فانا لما اجيب شخص مطرب شعبي معروف للفئه اللي هي اللي تحت تمام، والفئه المتوسطه والفئه الغنيه اللي شايلين تحت البلاطه اللي هم في الاحياء الشعبيه، فانت الجمهور اللي هيجي لك عشان اسم شعبان عبد الرحيم، ايه ده شعبان عبد الرحيم هيمثل؟ انا بشوفه في الافراح وبشوفه في مش عارف ايه والكلام ده راجل يا عم غلبان وعلى الله ما، فهروح اشوف هيقول ايه. فانت لو حسبتها بالعقل هتلاقي ان هي منطقيه ما فيهاش اي تنجيم. هو مش فكره ما فيش اي تنجيم، انا بحسبها بطريقه تانية. دوت مش لازم يحصل، بمعنى ان انا اللي قلت لك دوت افرض فشل، لو كان فشل كان يحصل ايه؟ مش هيحصل حاجه. بس هي انا اقول لك حاجه، الحوار كله عشان حصل فطلعت قالت ان انا عملت كذا. كام منجم يا معلم وكام واحد من اللي بيقول التنبؤات دي؟ مش كام منجم، حاجات بنتكلم على ليلى عبد اللطيف. ليلى عبد اللطيف نفسها اللي الناس طايره بيها السنه وتقول لك منجمه ومش عارف ايه والكلام ده، تطلع تقول 20 توقع يطلع منهم واحد صح، بس ده اللي يطلع ترند. بس هو ده اللي احنا مستنيين. انت والله العالم حصل فيه حرب عالميه اولى، حرب عالميه ثانيه، ايه اللي يمنع ان في حرب عالميه ثالثه؟ بس كده انا هقفش في الموضوع. فاهم؟ فدي اول حاجه. في سياسي مهم هيموت، ما اكيد في سياسي في الدنيا هيموت، سياسي مهم. وغير كده كان في حرب بدأت في شهر 10، فاكيد هينتج عنها ان الدوله اللي جنبها هتعمل حاجه، سياسي منها هيموت. ده طبعا. طيب الكوتشينه، ما حد فيكم ليه مواقف مع الحاجات دي؟ كوتشينه لا ما حصلش. قرايه فنجان. قرايه فنجان حصل معايا موقف. واتحققت؟ يا معلم اتحققت ايه؟ انا مبدئيا انا هزات الست يعني يا معلم. يعني انا اللي يعرفني عارف ان انا بجح شويه، بس هي الفكره ان انا من النوع اللي بقاوح بطبعي. ماشي تمام. قالت لك ايه؟ فهي كل ما تسال كل ما تقول لي حاجه هم قايل لها طب ما عادي، طب ما انا ممكن عادي ده يحصل. ايوه يعني ايه الحاجه اللي هتحصل؟ لا تتوقع. بتقول يعني هي بتقول لي الطريق ده مفتوح فانت هيجي لك فلوس. قلت لها كام يعني؟ ايوه يعني كام؟ فهيجي لك فلوس من ايه؟ هيجي لك من امتى؟ فاهمني؟ ما هي بتتهرب كتير قوي. هيجي لي فلوس بسبب ايه؟ شغل. طيب هشتغل يعني هعمل شغلانه هتجي لي منها فلوس، فتقوم قايله لي هيجي لك فلوس من كذا. اقول لها يعني مش من الورث اللي انا هورثه من جدي الله يرحمه اللي لسه متوفي. فتقوم قايله لي لا ما انا مش عارفه، ما هو ممكن يكون. طب انا جدي اصلا متوفي بقاله 6 سنين يا بنت الكداب. تعالي بقى. تعالي بقى. فلا بص، بعيدا عن ان لو بصينا من وجهه نظر الدين فانت الكلام ده هو شرك طبيعي. الاول تمام. ده يعني بسم الله ده شرك. وفي يعني احكام في الدين تقول لك ان الشخص اللي بيقرا طالع بيقرا الكف بيعمل اي حاجه من الحاجات التنبؤات، الحاجات دي كلها انت ما ينفعش تصلي وراه. طبعا ما تصليش وراه. فانت الشخص اللي بيلعب على الحاجات دي مبدئيا ده بيرمي كلام في الهواء. انت اصلا عارف التنجيم ده بدايته كانت ايه؟ لا. بص يا معلم، في حضاره بابل زمان وفي الحضاره الفرعونيه، هو ابتدى في بابل والبابليين كانوا هم يعني اول ناس يخشوا في موضوع التنجيم. كان التنجيم والفلك مع بعض. فهو كان الموضوع بيتحسب ازاي؟ بيبصوا على اماكن النجوم، والبابليين هم اللي حطوا الابراج بتاعتهم. فانت دلوقتي بتبص على موقع النجوم وتعامد الشمس بقى والحاجات دي كلها، فبتعرف الفصل اللي انت فيه او الجو. بتحاول تتنبأ بالطقس عشان خاطر المواسم الزراعيه.
لا اكثر ولا اقل. تمام. فانا دلوقتي فبقوم قايل للملك ان الدنيا هتمطر فازرع رز. طبيعي حسب الموسم اللي انت فيه. بالظبط. فاهمني؟ لان انا قريت الاحوال الطقس، شفت غيوم في السماء، فاهمني؟ احنا في فتره فيها بروده، ماشي، في رطوبه في الجو، فطبيعي في تكثف، ففي مطر. لوجيك. فنزل مطر طبيعي. تمام. ليه الموضوع ده كان موجود؟ الموضوع ده دايما كان موجود عند مين؟ عند المساعدين بتوع الملوك او الكهنه، اللي هم الناس اللي بيبقى عندهم يعني عندهم علم. فكانوا بيدرسوا الفلك وحركه النجوم والكلام ده عشان يعرفوا المواسم الزراعيه، عشان يعرفوا لو احنا مثلا عندنا غزو، عندنا حرب مع بلد تانية، فهل نمشي من الطريق ده؟ لا، ما تمشيش من الطريق ده عشان في امطار، فالامطار ممكن تغرق الجنود وهم معديين من الممر ده، فاهمني؟ لا، ما تروحش الحرب دي عشان طريقها طويل، فانت الجنود بتاعتك هتموت من البرد، فاهمني؟ لا، ما تخلفش عشان ابنك لو جه هيموت، فاهمني؟ طبيعي ان هو لو جه في الشتاء هيموت. دي ناس كانت عايشه بلابيس وعايشين على النار، فاهمني؟ فطبيعي ان في الشتاء، فاهمني، في اطفال كتير هتموت. ما كانش عندهم يعني العلاج اللي عندهم كان علاج بالمواد الطبيعيه، ما كانش دايما بيبقى فعال، فاهمني؟ ما كانش عندهم بطاطين كفايه، ماشي، ضعف الحكام والاحوال الاقتصاديه. احنا كبرنا خلاص. فاللي انت بتحكيه كله منطق من دراسه وتحليل. ليه؟ لحركه النجوم والكلام ده. هم شافوا بقى ايه بحكم الميثولوجي اللي موجوده في كل الحضاره من الحضارات القديمه. فقال لك انا شفت شكل اسد في النجوم، عامله شكل اسد، فده يبقى برج اسد. تمام. وشفت مش عارف ميزان، يبقى ده برج ميزان. شفت مش عارف جردل، ده برج الدلو. خلاص لان ده موضوع غريب قوي يعني، فاهم؟ ده موضوع قوي ان عندي برج، في برج اسمه برج الدلو، فاهم؟ ليه انا شفت يعني شكل جردل في السماء فقررت ان انا اعمله برج. بالنسبه للعذراء، العذراء شاف ايه؟ انا هموت واعرف. العذراء انا عايز اعرف شاف ايه؟ شاف ايه؟ قال لك ده برج العذراء يعني، فاهم؟ ده حاجه بشعه. ده بره عن الموضوع ده. لا ما سيبك بقى من الحته دي. تمام. ان الملوك هم اللي ابتدوا ان هم يدوا قيمه للفلكيين والمنجمين. المنجمين جايه من النجوم، حركه النجوم، فهم اللي ادوا لهم قيمه. فابتدى ان الموضوع يبقى مره واحده لا، الشخص ده مش مجرد شخص بيتنبأ وعنده علم عن منطق وتحليل والكلام ده، لا، ده بيشوف المستقبل، ده بيعرف المستقبل. فطبعا انت شخص الملك شايفك ان انت حاجه كبيره وهيحطك دايما جنبه ومش عارف ايه والكلام ده، وهيستشيرك في كل حاجه. يا عم انا بعرف المستقبل، انا عارف ايه اللي هيحصل قدام، انا عارف ايه اللي هيحصل في الحلقه الجايه من المسلسل، بس انا مش كافر، فاهمني؟ ما كانوش اصلا مؤمنين بحاجه. انا بقول لك لا شمس يعني فاهمني، ده كانوا بيعبدوا قرص العجوه بالظبط. فالموضوع ابتدى بقى ان هو يتطور لحد ما وصلنا للعصر اللي احنا فيه. طبعا اتطور مع الفراعنه ان الكهنه كانوا بيشوفوا النجوم، بيتنبؤوا برضو بالحاجات دي، وبيتنبؤوا بالمواسم، نروح نحارب امتى، نزرع امتى، نعمل الكلام ده امتى، فاهمني؟ بناء على تنبؤ احوال الطقس وحركه النجوم. فانا اعرف الدنيا هتكون ماشيه ازاي، الفصل اللي احنا فيه ده ايه. حلو. لما وصلنا لقدام، المشكله ان فضلوا الناس السياسيين والمسؤولين عن الدول بيرجعوا للعرافين. الموضوع كبر. تمام. يعني تعالى مثلا ناخد مثال الفراعنه من ايام حضاره بابل حتى الان، فاهمني؟ يعني تعالى ناخد مثال قريب، رغم ان يعني مش افضل حاجه ان احنا نخوض في اعراض ناس توفت، بس احنا مش هنذكر اسامي. احد الرؤساء المصريين اللي قعدوا في حكم مصر زمن، تمام، كان بيتردد على منزل واحده اسمها ام ماجد. تمام. ومش هنقول اسمها الحقيقي، انا عارف اسمها الحقيقي بس مش هنقول اسمها الحقيقي. هي معروفه باسم ام ماجد. وكان النائب بتاعه بيروح لها الشقه بتاعتها اللي في مصر الجديده. اوكي. تمام. دايما، ومراته كانت بتروح لها. والشخص ده
بعد ما الدنيا يعني قامت وقعدت ومش عارف ايه والشخص ده بيتحاكم ودخل المستشفى والكلام ده، لو هي الست دي فعلا رئيس الدولة ده مش بيتعامل معاها على انها عرافة وهي اللي بيستشيرها في اموره والكلام ده، يعني ايه في وسط الظروف دي كلها يكون ليها زيارة في المستشفى بتاعته؟ او ما تنبأتلوش بكل دليل. ما انا اقول لك بقى. تمام. هي مبدئيا الست دي دلوقتي حاليا متواجده وفي المجلس القومي للمراه فرع سينا. اوكي ماشي تمام. وست معروفه جدا في سينا، يعني عارف اللي هو اللهم احفظنا عارفها. تمام. وهي معروفه باسم ام ماجد، يعني هي طلعت قالت لك انا مش عارفها ولا اي حاجه، انا بس كنت معديه في المستشفى بالصدفه فاهمني في شرم الشيخ وطلبت ان انا ادخل، حتى الحراس بتوع الرئيس ما وقفونيش ولا اي حاجه، دخلت صعب عليا ان شفته بالصدفه. شفته راجل يعني وصل للسن ده وحالته تعبانه جدا فصعب عليا. ماشي. بس هنيجي بقى ايه نحسب ده بداتا تانية، حلل بقى الكلام ده مع حاجات تانية. سياده الرئيس الراحل ده وهو في السودان ماشي زار عراف في السودان. تمام. وقال له برضه تنبؤات، قال له تنبؤات ما خرجتش غير بعدين. ليه؟ لان هو قال له انا بتنبأ لك يعني بان انت هتبقى صاحب ملك عظيم وان انت هتقود الدوله. وده ساعتها كان ايام جمال عبد الناصر. حلو الكلام. فاتكتم على الموضوع وهو طالب ان يتكتم على الموضوع عشان خاطر ما يحصلوش مشكله ان انا بعد كده اي اختلاف انا مع جمال عبد الناصر فاهمني، وانا لسه ظابط صغير، انا اختلفت مع جمال عبد الناصر والخبر قوي يعني. والخبر لا كان لسه ظابط صغير ساعتها، كان لسه ظابط صغير. هو كان ساعتها في الوقت ده كان لسه ظابط صغير فاهمني. هو يبان لا غلط كده. لا اصل هو كان فريق وبعد ايام لواء او فريق ايام سادات. لواء تمام كنت فالمهم يا معلم ساعة عبد الناصر فانا كنت لسه ظابط صغير، فلو النبوءه دي طلعت ان في حد طلع اتكلم عليا وقال ان انا همسك رئاسه الدوله، فانا لو قلت له انت غلط هيقول لي بس انت عايز تقلب عليا الحكم هقطع وشك فاهمني. فاهمني. بعد كده لما مسك نائب ساعة السادات خلاص كده ما نقول اسمه سلم. فانت خلاص مش هنقول اسم برضه. مش هقول اسم برضه. مش ناقصه ينفع. فانت الموضوع ابتدى ان هو يحس ان لا الدنيا بتقرب، فابتدى ياخد الموضوع بجد. لما مسك الرئيس وكان في فرنسا في حد برضه عشان هو في الوزاره مجلس الوزراء دلوقتي موجود ماسك وزاره معينه فمش هينفع نقول اسمه فاهمني. خدوا قال له ان في عرافه فرنسيه ماشي موجوده في فرنسا تنبأت له بملك عظيم والدنيا هتمشي تمام ومش عارف ايه، بس انا شايفه في مستقبلك دم كتير. تمام. وان الدم ده هيبتدي وملكك هيزول بمجرد ما تعين نائب ليك. عشان كده قعد تقريبا 30 سنه مش معين نائب ليك. واول ما مسك واول ما عين النائب بتاعه في الاخر بعدها بايام نزل من على الحكم. بالظبط. بس ده بإرادته. بس انت لو بصيت لها بقى ايه؟ لو بصيت لها من منطق الناس اللي بتبص للعرافين، هو عشان بيسمع كلام العرافين فعين النائب. انا النائب اتعين والدنيا مجرد ما النائب اتعين الدنيا اتقلبت قلبان مش طبيعي. بس ده كان تتابع، لو حسبتها بالمنطق ده كان تتابع على احداث كتير حصلت في الايام اللي قبلها فاهمني. لكن هو هيفكر ازاي كشخص خلاص كان ماشي ورا الموضوع ده على طول. ده النبوءه اللي الست في فرنسا قالتها لي اتحققت. انا اول ما عينت النائب لا يبقى انا لازم امشي دلوقتي عشان الدم ما يكترش، فنزل حسبها كده مثلا. اتحسبت كده. انت واخد بالك اصلا مفيش غير 2 رؤساء هم اللي عليهم نواب ليهم اصلا. وهو بره كان المفروض نفس النائب بس هو شال. بالظبط. فانت يعني الموضوع عندك ماكرون تقريبا رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون كان برضو في عرافه دايما معاه اللي هي الست الفرنسيه اللي راح لها الله يرحمه ده التوحي نفسه. ما لو كده كان عارف ان هو لما يروح يتنبئ يروح يقرا فنجان للامير دوت هيحبسه ونهايته تكون في السجن. بالظبط. وعندك اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقه اللي كانت العرافه بتاعت البيت الابيض. مش فاكر اسمها لاني فانت هتبص هتلاقي رؤساء
مرموقين وعندهم علم وناس، لا ناس فاهمه بيحافظوا على اللي فاهمني. معاهم. يعني اللي احنا بنتكلم عنه الرئيس الراحل ده ماشي، انا من وجهه نظري كان شخص ذكي جدا، كان شخص ذكي جدا جدا، عبقري سياسيا ماشي، وخبره في السياسه الخارجيه. هو كان راجل عبقري، كان شاطر جدا، وبالرغم من ده هو مشي ورا حاجات من دي. ليه بقى؟ عشان الحته اللي انا بقول لك عليها، انا رميت لك حته بس حته يعني انا رميت لك تنبؤ تكهن كده في الهواء، ولعبت على كلام معين لحاجه انت هتسستمها لاقرب حاجه هتحصل لك. ماشي، بس انا هروح له ليه؟ ما انا لو انا مش مسلم نفسي انا هروح له ليه؟ ايوه يا عندك معلم، فضول، انت عايز تعرف حاجه ثانية واحدة. ما الفضول ده بداية في كل ماشي، مصيبه. ما انت دلوقتي، ما هو الشخص اللي هيجي لك ده، تعالى نتكلم على رئيس دوله. انت رئيس دوله وفي مؤتمر ماشي بيتكلم عن الناس البسيطه، ماشي. طب تسلم على الناس ومش عارف ايه، في ست كبيره تمام راحت قايله لك جملتين كده، رميتها لك في نص الكلام وهي بتسلم عليك، قالت لك ده كلمتين، وقتها برضه قالت لك خلي بالك يبقى من رجعنا حواليك. برضه فضول. فاهمني؟ هي قالت لك كلمتين، انت بالظبط. مش هتدي للكلمتين دول بال لحد ما يحصل لك موقف انت لو فكرت فيها هتترجمه مع الكلمتين دول، هتحسب لا، ان هو كلام أول حاجة الست تيجي ده في كان دماغك. صح. دي اول حاجه تيجي في ماشي؟ دماغك اصلا. وهي مش هي هترمي لك تكهنين مش تكهن واحد. ليه بقى؟ عشان لو الاولاني ما جابش معاك وجابك، التاني يجيبك. هم بيضربوا كلام في الهواء. فاهمني؟ بس هي لعبه نفسيه، هي لعبه هي عقليه لعبه صرف. نفسيه. انا بلعب على النفس البشريه وعلى طريقه التفكير بتاعت البني ادمين. واضح ان الموضوع كبير آه. ومش مستاهل حلقه واحده، يعني احنا محتاجين اكتر من حلقه. بس خلينا ناخد اخر توبيك عشان نبتدي نختم بعديه. قول لي حاجه تقدر تقولها لحد بخصوص موضوع العرافين. يعني انا رايح العراف دلوقتي، ازاي تقدر تقول لي ما اروحش؟ ايه السبب اللي خلاني ما اروحش؟ مع انك انت اللي كاتب. لا بص يا خالد، عشان بس متفقين، اكيد ربنا سبحانه وتعالى فوق اي، بس ايه اصلا اللي تقوله لي انت كاتب سكريبت ودورت يخليني ما اروحش العراف؟ مش انا فضول، انا راجل مستقبلي طين، ما معيش فلوس، مش عارف اتجوز، حياتي خرا. ايه قولي لي مستقبلي. انا مشكلتي كلها ان الحوار كله عباره عن عقل. ما فيش عقل. يبقى خلاص ما فيش حاجه توقفك. بص انا مقتنع بحاجه، طالما انت الفضول مسكك مفيش حاجه تعرف توقفك. مستحيل مهما اقنع فيك. صح. وانت بس بص يعني لو هجاوب على حته اللي هو انا مستقبلي، بص ما هو انت لازم الشخص يعني يحكم عقله ويستفتي قلبه. ماشي؟ بس بلاش استفتاء قلب قوي. ما تستفتيش قلبك قوي، بس برضه لازم تحكم عقلك، لازم تاكلها وتتوكل. العقل. تمام؟ ده الصح. فانا دلوقتي انا ليه اتبع شخص وافتكر ان هو كل حاجه بيعملها وبيقولها هي صح وعلى مصلحتي، ماشي، وابقى ماشي وراه عمياني؟ مبدئيا نبي الامه عليه الصلاه والسلام مش هيتحاسب عنك، انت اللي بتسال عن اللي انت بتعمله. حلو؟ فما تفتكرش ان في شخص في ايده ان هو يعمل لك حاجه. لو انت شخص وحش تمام، هتفضل وحش لحد ما انت اللي تصلح من نفسك، لحد ما انت تاخد قرار ان انت تصلح من نفسك. مهما جالك شخص مقنع، مهما جالك شخص يعني كويس، مهما جالك شخص فقيه في علوم الدين، حد فقيه في العلم، في علم النفس، حد فقيه في الفلسفه، ماشي، جالك ابوك، جالك جدك الله يرحمه في المنام، مهما جالك مين حاول يصلح منك وانت ما عندكش القناعه ان انت عايز تصلح من نفسك، فانت مش هتصلح من نفسك. بالظبط كده. احنا فين؟ وفي نفس الوقت انت مش هتيجي شخص بتعمل حاجات وحشه كتير ومستني ان شخص عنده كرامه معينه ان هو يدعي لك، تمام؟ فانت الدعوه هتتقبل لك. ما هو انا مش هروح لشيخ ماشي قريب من ربنا بيعمل كل حاجه صح وكويسه في حياته، ماشي، يدعي لي ان ربنا يرزقني بفلوس عشان خاطر اروح العب بيها قمار. مش منطقيه. بالظبط. حلو. وفي نفس الوقت انا عايز حد يقربني من ربنا، طب ما اقرب انا. بالظبط. مش محتاج حد. ماشي، انا مش محتاج حد يقربني من ربنا. انا يا عم عايز حد بيصلي، طب ما اصلي انا واعمل كده. انزل الجامع. فاهمني؟ يعني هم بس فالحين ان هو يقول لي طب ما انا لو جبت كاميرا ممكن ادوس على الزرار واصور. فاهمني؟ هو التصوير غير دوسة زرار. فاهمني؟ طب ما انت ان انت تقرب من ربنا ايه غير ان انت تصلي وتقرا كلامه.
هي دي الفكره. فانت بالظبط. هتيجي تدعي ماشي. هو طبعا ربنا بيسمعنا كلنا فاهمني، مفيش حد ربنا ما بيسمعوش اكيد فاهمني. بس في نفس الوقت انا يعني في حاجه، يعني في نقاش كان اتفتح مع شيخ شعراوي الله يرحمه. انا بحب النقاش ده قوي، لما النقاش بتاع هل الانسان مسير ولا مخير. لما قال لك الانسان مسير فيما خير له، او مخير فيما سير له. تمام، ان انت اتحطيت على طريق معين ماشي، انت هتختار ايه؟ هتختار تمشي في ايه؟ ما لو احنا اصل في ناس بتطلع تقول لك ايه يعني هو اللي هو الناس اللي هم اللادينيين والكلام ده، يطلع يقول لك يعني هو ربنا مش شايف الحروب اللي في انا ما العالم؟ بفهمهمش دول. يعني هو ربنا مش شايف الناس المريضه دول؟ هو ربنا مش شايف الظلم اللي في البلد؟ ما يعالجه هو. دافع ليه ديني اصلا؟ انا ما بفهمش والله يعني. مش مقتنع ان في دين. هو مؤمن بوجود الله ولكن غير مقتنع بوجود دين. ازاي؟ يا عم يعني ايه؟ ما انا مش فاهم. انا هعبد ربنا بالطريقه تريحني انا يا عم بقى. بالظبط. وفي ناس ما بيعبدوش اصلا ملحدين. ملحدين ده انا فاهمها ماشي، متفقين مع بعض. لا ديني هو مش شايف ان في دين معين صح، انا ماشي بنور الله، بدعي واقول يا رب. ما ازاي؟ الله مش فاهمها. فيعني هو كل الفكره ان مفيش حاجه اسمها ان انت محطوط على طريق معين ماشي، ربنا راسم لك الطريق ده ان انت تكون فيه وحش. لو كان كده ما كانش دعوة مظلوم عليك ممكن تقلب لك حياتك تخليها سواد. حتى لو ديني مش فاهمني؟ ان انت لو ظلمت حد وانت انسان تقي وبتعمل كل حاجه كويسه في حياتك وحياتك زي الفل، لو واحد انت ظلمته دعا عليك ممكن يقلب لك حياتك 180 درجه يخليها سواد. بالظبط ماشي. في عز محنتك لو انت دعيت ربنا بنيه صافيه وبقلب نقي ممكن ربنا يحسن لك حياتك ويقلبها لك 180 درجه. يبقى انت ازاي مرسوم لك الطريق اللي انت هتمشي فيه؟ انت مش مرسوم لك الطريق اللي انت هتمشي فيه، تمام؟ انت متحدد لك الطريق اللي انت هتتحط فيه. هو معروف ان احنا اصلا في الدنيا دي امتحان، ربنا بيختبرنا فاهمني؟ فانت ربنا مش هيختبرك وهو عارف ان انت هتسقط. هو مش هيحطك، هو ربنا مش هيعجزك ان هو يحطك في حته انت تسقط فيها ولا فوق قدراتك. بالظبط. هو يحطك في اختبار معين عشان انت اللي تختار هل انت عايز تمشي في الطريق الصح ولا عايز تمشي في الطريق الغلط. تمام. واكبر دليل على ان الموضوع فير جدا ماشي وعادل جدا ان انت حتى لو خدت الطريق الغلط ده ليه تفريعات ممكن ترجعك للصح تاني. لو تعبت تعب ما بيروحش. عموما اتكلمنا في مواضيع كتير قوي وناقشنا فيها موضوع العرافين والعباءات في رجال الدين. والله الموضوع مش محتاج حلقه ولا اتنين، ولكن احنا لو خدنا كل كاركتر اتكلمنا فيها، وانا هفضل معجب براسبوتين ذكاء هذا الرجل، محتاجين حلقات كتير قوي نتكلم فيها. بس احنا الحلقات اللي جايه بقى مش هنخش في امور الدين عشان يعني كفايه شتايم. يعني بص يعني في ناس هتحسب الكلام اللي احنا بنقوله ده هتقول لك يا عم شباب فاهمني، ما احنا كنا شباب بصراحه يعني فاهمني. طريق الشباب دول ده مش منظر رجال دي. يا عم ما فيش حاجه اسمها رجال دي، مفيش حاجه اسمها رجال، بس ده مش منظر رجال. تمام. بس يعني انا مش فقيه في الدين، بس اللي انا اعرفه تمام ان اللي انا قلته هو كل الفكره. انا اتحطيت في اختبار فاهمني وانا اللي بختار الطريق. انا اعرفه ده انا قلته بالظبط. مستني هو اللي انا قلته بقى تاني مش هقعد اكرر تاني. عايزين نختم الحلقه. هو اللي احنا قلناه تمام. هي دي المعلومات اللي احنا ماشي، او دي الطريقه اللي احنا ماشيين بيها في حياتنا، او اللي انا ماشي بيها في حياتي. فاهمني. انا والله شايف ان ربنا سبحانه وتعالى منزل لنا كتاب ماشي فيه الكلام اللي ربنا هو اللي نزله بالظبط فاهمني. فانا ماشي عليه. لما بعطل في حته معينه انا الحته دي مش فاهمها، انا ما بروحش اشكل الشيخ همي فاهمني، اقول له لا مؤاخذه يا شيخ بس انا مش عارف ايه، انا امي ما بتخلفش، انا مش عارف ايه، ابويا عنده مشاكل، انا فاهمني. مش هروح اشكيله همي عشان خاطر يشرح لي الحته. لا بص انا هقوم متصل مثلا بالازهر بس قدامها برضه هتعتمد لو عليه، فانا معتمد عليه بنسبه كبيره برضه. لا انا هتصل بحد درس في الدين وعلوم لو الدين أنا عشان اساله على تفسير ايه. لا مش لو تفسير آية. وانا هتعامل بالتفسير اللي هو قاله ده زي ما انا شايف صح. ما اختلفناش، بس لو عايز تساله على حاجه انت المسؤول عنها زيك زيه المفروض. لان انت انا ممكن اشرح لك مشكلتي دلوقتي
واشرحها على الكذاب، انت كل واحد فيكم يقول لي حاجه ثانيه حكم على الأحلام ده. حسب طريقتي انا، مش حكم عقلي، على حسب طريقتي انا فعلا اكون كاتبها بطريقه صح. ايه ماشي، ما انت ما يعني عندك اللي هو الشيخ مبروك عطيه ده في بص على المداخلات اللي بتجيله، بص على المداخلات اللي بتجيله والله العظيم. انا حاسس ان الراجل ده كان في فتره من الفترات كان عبقري ومخه اتلحس من المكالمات اللي بتجيله المتخلفه دي اللي هي بتاعت يا عم الشيخ احنا مش عارف جبنا مين ضربنا الراجل وجبنا شوت وخدنا ده حرام. انت مستني منه ان هو يعمل مستني منه ان هو يقول لك ايه؟ ده اكبر حرام. عموما نورتوني. بقول لك ايه، نحرق اللي فاتت الاسبوع الجاي؟ لا لا طيب بالشاي وفي وشك. ومفيش حلقات حلوه انا بقول له مؤاخذه. هو خلاص بص، هو توبك حلو بصراحه. معلش الحلقه ان شاء الله يعني ايوه ما انا كاتبه وهو مصوره هيلاقوا الاسامي في الملفات بالظبط. في الملفات اللي بتيجي في الاول في الانترو بتاعنا هيلاقوا الاسامي. بصوا على التتر كده في الاول وبصوا هتلاقوا الشخصيات بتاعت السيزون ده. هيلاقوا اسامي الملفات اللي احنا اوريدي بيقول لك هنشتغل تتر. عليها. ما هو تتر بدايه ماشي. الانترو اتفرجوا عليها واتمنى بجد تكون الاحاديث اللي اتكلمنا فيها عجبتكم، سواء في العرافين او في رجال الدين. اعملوا لايك وسبسكرايب وفولو، سواء انت شخص مسيحي. وتابعونا على المنصات كلها، على السوشيال ميديا، على انستجرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك. ده شيء اللي محدش بيتابعه تقريبا كده هياخد البرنامج منه. هاخد البرنامج منك على فكره. عايز انهي انت نسيت. ما انت نسيت. انا بحاول انجز، بس انت برضه قاعد بتدي في حكم ومواعظ ومش عارف ايه وانت بتوك اساسا. عموما حضرتك مسلم مسيحي يهودي بتعبد الانتاج كور على 7، انجز حالك واسمعنا. الله يبارك لك، وان شاء الله تشوفونا في البودكاست السادس باذن الله. سلام. والسادس ولا الكام؟ مش عارف. مش كده الخميس ممكن تنزل الانترو. انترو الاول ايه في المعلم